تحياتي لكم مرة أخرى أخواني. وهذا الموضوع الآن على كما قلت ما يعرفش الإنسان على أي شيء يتحدث. نحن اليوم الاثنين 25 أبريل والساعة 8:15 بتوقيت الجزائر أو 8:30 تقريبا بتوقيت الجزائر. مرة أخرى مانيش عارف يعني من أي المواضيع، لأنه في كثير من المواضيع وتراكمات، يعني في أولا في المظاهرات والاحتجاجات في عدة أماكن أو سواء قائمة أو ستقوم. فيه أيضا فيه تهديد بكثير من الاحتجاجات في عدة أماكن. فيه أيضا المعلومات اللي نشرت اليوم على إعطاء فرنسا تنازلات كبيرة في المجال الاقتصادي، ونشرتها بعض الجرائد على أساس معاملة تفضيلية، وفي خرق واضح للقوانين الجزائرية. وفي مواضيع أخرى مثل مقتل أخونا كروم مناضل والنقابي الكبير من منطقة وهران، وهو يساري تابع الحزب الMDS، واللي نترحموا عليه ونتمناه لأسرته الصبر والسلوان إن شاء الله. ولست أدري طبعا من قتله، لا أعرف، لكن كثير من الأصابع الاتهام توجه الآن أنه ربما يكون اغتيال سياسي، خاصة أن الرجل عرف بنضال وبمبدأ، وهو أستاذ جامعي بالمناسبة أيضا، وعرف أنه صاحب مبدأ وصاحب مدافع، وكان راه يشارك في الفترة الأخيرة، كان يشارك بقوة في التغيير وفي محاولات التغيير خاصة في المنطقة الغربية. إذا رحمة الله عليه، وربما تكون رسالة طبعا يريد أن يبعث بها النظام، سواء كان قام بها هو أو لم يقم بهذا الاغتيال، ربما رسالة تصل للمعارضين في الداخل أنكم قد تستهدفون كالعادة، ونحن عودنا هذا النظام على الاغتيالات. لست أدري أيضا إذا كان نتكلم على الاعتقالات اللي تمت لآخرين وبما فيهم عدد من المناضلين. لست أدري إذا كان نتكلم على ما يحدث في ليبيا وعلى تطورات وعلى الموت البشع في مصراتة وفي طرابلس وفي مدن أخرى وفي نالوت، وكيفاش دخل هذا المعتوه تاع القذافي، كيفاش أعطاه فرصة للغرب أن يتدخل في ليبيا، وكيفاش الآن نراه بأتم معنى الكلمة يريد كما يقول الليبيين نحكمكم أو نذبحكم. كيفاش وصلنا إلى هذه الأحداث وين ليبيا بعد 42 سنة من حكم استبدادي تدميري. أنا عشت هناك 4 سنوات يا إخوان، وهذه نقولها لبعض الإخوان اللي مرات نسمع بعض التعليقات أو نقرأ بعض التعليقات، نقول لك القذافي راجل يواجه في الغرب. راهو ما فيش أبشع من هذا الشخص، راهو هذا واحد من أسوأ. احنا عندنا نظام بشع في الجزائر، لكن نظام مشكل من عدة أشخاص، من عدة جنرالات، لكن هذا راهو مشكل من شخص واحد، راهو متأله. راه هذا الشخص جاب كتاب الأخضر وقال للناس هذا هو الكتاب بدل القرآن بالنسبة للمسلمين، لأن مرات نشوف بعض الناس اللي تشعر أنهم متدينين ويكتبوا على هيك. إذا كنت متدين فقط هذه المفروض تخليك تفكر مليون مرة. اللي يستبدل القرآن بكتاب آخر، كتاب تافه تماما، فيه المرأة تلد والرجل لا يلد، والدينار مانيش عارف كذا، فيه كلام لما تقرأه في الكتاب الأخضر هذا مهزلة بأتم معنى الكلمة. واللي حب والله يروح له، موجود الكتاب الأخضر على الانترنت. القذافي راهو صنف خاص متأله، ينظر للناس كلهم كما قال لهم جرذان فيران. وحكم ليبيا بهذه الطريقة، طريقة بشعة، دمرها تدمير كامل. ليبيا غنية جدا، ليبيا 6 مرات ونص أكبر من بريطانيا مساحة. ليبيا بترول وغاز، ومع ذلك 6 ملايين ساكن فقط. أنا عشت التسعينات وشفت الفقر في ليبيا وشفت القهر في ليبيا. كانوا جزائريين يجونا والله نشهد على هذا، كاين جزائريين يجونا، كاين اللي قاطعين له صبعه، كاين اللي قاطعين له وذنه، كاين اللي يغتصبين له المرأة، كاين اللي خذوا له الأوراق، كاين اللي مين هذه المجموعات نتاع اللي راهي تقاتل الآن، هذول اللي يسموهم كتائب القذافي، الحركات اللي يسموهم اللجان الثورية، ليفوايو أسوأ الناس داخل المجتمع الليبي، يجيبوهم ويحطوهم في اللجان الثورية ويعلموهم القسوة بشكل مريع. فبعض الناس فقط اللي يحبوا القذافي وأنه يواجه الغرب هذا كان طول عمره غميل للغرب، وهذا هو اللي سمح الآن للغرب بشكل مباشر وغير مباشر أن يأتي. الغرب له مصالح، الغرب لا يأتي إلى، صحيح أنهم اتخذوا مقاتل أن الحماية الليبيين، ونحن نتمنى الحماية للليبيين، لكن هم في آخر المطاف جايين من أجل مصالحهم.
قد يتوافق هذا إلى حد ما مع حماية الليبيين وما خلاوش القذافي يدمر ليبيا تماما ويدمر الشعب الليبي، لكن في نهاية المطاف لازم نفهموا هذه، وأنا نقولها ونعاودها لأن بعض الناس قاعدين يحوروا في كلامي ويقول لك أن يدعو لتدخل الناتو. إذا كان فيه واحد يعادي الناتو ويعادي التدخل الغربي، إذا كان فيه مجموعة راني على رأسهم والله منهم، يعني راني من أشد الناس والله يعلم على ذلك، من أشد الناس عداوة للتدخل الخارجي في أوطاننا، فما بالك إذا كان الغرب. احنا الغرب تاريخه كله أسود في منطقتنا، تاريخه كله استعمار، تاريخه كله، أنا قلتها على قنواتهم الغربية، يعني قلتها على البي بي سي وعلى أكثر من قناة غربية. فما فيش مع الناس اللي مرات يجوا يزايدوا ويخرجوا الكلام من مكانه ويحاولوا يوضعوه في مكان ما، وأنك قلت وأنت تساند الناتو. أنا نساند الناتو، أنا قلت أنه حماية الشعب الليبي واجب على كل إنسان، وهذا انطلاق من قناعاتي الإنسانية وقناعاتي الإسلامية. أنا مسلم وأفهم ما معنى الآية ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا أفهم أن أقربكم إلى الله وأحبكم إلى الله في حديث صحيح أنفعكم لعباده. أنا أتكلم على حماية الناس، من يقوم بحماية الأبرياء أنا معه، بغض النظر على هدفه هو، بغض النظر على ما يريد هو، بغض النظر على استراتيجيته هو. نحن لسنا من المغفلين حتى لا نفهم أن الغرب يدافع عن مصالحه ويريد مصالحه ويريد تواجده بطريقة أو بأخرى ويريد أخذ ثرواتنا. أنا أفهم ذلك وأنا في بلد غربي وأقول ذلك ولا أخشى في الله لومة لائم، وقلت هذا الكلام. لكن مع ذلك في بعض الناس اللي يحوروا كلامي ويقتطعوه. شفت أنا بعض الناس، بعض الإخوان بعثوا لي بعض الأشرطة ينحوا منهم جزء هنا ويحط جزء هنا ويحط. راهو القرآن الكريم مش محمد العربي كلامه اللي هو بشر يصيب ويخطئ. القرآن الكريم راكي لو تستخرج منه عبارات وتحطهم بشكل آخر يبان وكان متناقض. لو جينا قلنا ويل للمصلين وما كملناش وش معناها الآية اللي تجي بعدها، معناها كلمة خطيرة. أو لو جينا وقلنا يعني كثير من الآيات لو ما نكملوهاش تصبح عكسها. فما بالك كلام محمد العربي وغير محمد العربي اللي هما بشر واللي هما يصيبوا ويخطئوا. احنا ما قلناش اننا نملك الحقيقة المطلقة، بالعكس نحن نعبر عن ما نعتقد وما نراه وما توفيق الا بالله في نهاية المطاف. اذا مرة اخرى انا مع الثوار الليبيين ومع تحرير ليبيا من هذا الاستبداد ومع تحرير اي كان في العالم، في كوريا مع الشعوب لكي تتحرر، في فيتنام، في أمريكا اللاتينية، في فرنسا، في أي مكان وين يكون الاستعباد والاستبداد. أنا مع مدافعين عن الحرية، مع المقاتلين من أجل الحرية، أنا معهم. وهذه قناعاتي وهذه مبادئي، ولو لم تكن هذه مبادئي لبقيت في الدبلوماسية وبقيت أينما كنت، ولا راني عايش مثل ما راهم يعيشوا هذا السلاطين. الدبلوماسيين هم سلاطين هذا الأرض، يعيشوا كالملوك بدون محاسبة وبدون مسؤوليات. لكني تركت كل هذا لأني أعرف أن ما عند الله خير للأبرار، إن شاء الله ربي يجعلنا منهم. وبالتالي فقط ربما لأنه بعض الإخوان كثير أصروا علي أني نرد على بعض. أنا يا إخواني ما عنديش الوقت باش نرد على الجميع صراحة، وأنا أعرف أن المخابرات راهي تبث في سمومها وتبعث وتشوه وكذا. ردوا عليهم أنتم، لأني أنا لا أرد. وإذا جاءتك مذمتي من ناقص فتلك لي شهادة بأني كامل. ولو كان الواحد يبدأ يرد على هذه الكلاب النابحة فإن جبل من الأحجار لن تكفيه ترمين. كل واحد لو كل واحد تعلق حجرة ما تكفيش. فرجاء أن أنتم ردوا عليهم، من شاء منكم أن يرد عليهم فليرد عليهم، لكن تأكدوا من شيء واحد، أنا لدي من الحمد لله بتوفيق من الله من الشخصية، من قوة الشخصية ومن قوة العزيمة ومن قوة الإرادة أني لا أتأثر مهما قيل فيه لا أتأثر، لأني أعرف أن هناك من هو خير مني مليون مرة، ربما لا يساوي حتى شعرة في رؤوسهم، وهم أنبياء الله قد قيل فيهم العجب. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أنه شاعر وكاهن وكذاب ومانيش عارف. قيل في الرسول الكريم وهو خير خلق الله قيل فيه ما لا يعقل ولا يصدق. فكيفاش أنا المذنب، العبد المذنب البسيط، أكون خير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما أنا إلا لا أساوي حتى شعرة في رأس الرسول الكريم، وهو قبل ذلك. كل من يقبل أن يواجه الاستبداد وأن يواجه العصابات كل
مؤمن غير مؤمن، جزائري مصري فرنسي أمريكي، كل من يواجه العصابات، كل من يواجه الاستبداد، كل من يواجه الشر يقال فيه ما لا يعقل. في هذا أذكر أن سيدنا موسى ذهب مرة تحدث إلى ربي سبحانه وتعالى، وكان كليم الله كما نعرف، هو الوحيد اللي كلم الله في من البشر. قال يا ربي إن بني إسرائيل يؤذونني بالكلام، يؤذونني، يقولوا فيه كلام كثير، حتى قالوا أنه مش راجل، وصلوا أنه قال مش راجل. وجزء من هذه القصة مذكور في القرآن. فقال له كف بني إسرائيل عما يقولون. قالوا يا موسى أتريد أن أكف بني إسرائيل لا يقولوا فيك ما يقولون، وأنا لم أكف ألسنة الناس وألسنة العباد عما يقولون فيه؟ هو ربي يسب، ربي قال وراني نتسب، وراه يشرك بي، وراني لا أعبد، وراه يكفر بي، ومع ذلك أنا اللي خلقتهم فأتركهم. إذا تأكدوا إخواني أني لا أتأثر، لأن كثيرين كتبوا لي وكان كتبوا لي وكانوا متأثرين جدا، راه يقال فيك كذا ونحن نحزن عندما تحزنون. أنا سعيد وأشعر بألمكم وشكرا لكم وشكرا على تعاطفكم، لكن تأكدوا أني عندما قررت أن أعلن، وأنا كنت ضد النظام قبل أن أعلن، أنا أعلنت في 95 خروجي، لكن أنا كنت ضد النظام، وهناك من يعرف ذلك، ولا لعل يوما ما في التاريخ سنذكر ذلك. هناك أشخاص يعرفون أني كنت على علاقة وعلى تواصل بهم في الحقيقة حتى منذ 86. الخلاصة فيها تأكدوا فقط يا إخواني أني لا أتأثر بما تكتبه العصابات والمخابرات وهذا الإجرام. أنا أقبل النقد وأقبل من يعارضني في الأفكار، وأقبل وأرد عليهم وأحترمهم، ولكن طبعا التهجمات والشتائم وكذا أحيانا عندما يكثر واحد من التهجمات والشتائم يقوم الأخ المساعد معي بإغلاق، يعني يدير له بلوك، لأنه يكثر من السب ومن الكلام الفاحش، ونحن لا نريد أن يكون هناك كلام فاحش في مواقعنا النظيفة الشريفة. ولكن نحن نقول لمن يعارض نحن نقبل الرأي الآخر، بل ندافع عن الرأي الآخر وإن كنا نختلف معه. أما الذين يتهجمون ويقولون أي كلام فهؤلاء سفلا مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا كذلك مثل القوم الفاسقين. إذن فلا تتأثروا يا إخواني. وهذه بالمناسبة يعني دخلت من موضوع إلى موضوع، لأن هذا الموضوع تذكرته وأنا أتحدث إليكم على سفيه وسفاح ليبيا، وعودة إلى سفيح وسفاح ليبيا. يا إخواني نحن نفهم مصالح ونفهم أن الغرب يتدخل في ليبيا وفي أي مكان من أجل مصالحه. الغرب لم يكن يوما ما، نتكلم عن الاستابليشمنت مش نتكلم عن الشعوب، مش نتكلم عن الناس داخل الغرب، لأن الغرب مختلف وليسوا سواء. الغرب لم يكن يوما ما إلا محافظا ومدافعا عن مصالحه. عندما تلتقي مصلحته مع مصلحة شعب حتى لا يعدم هذا الشعب ولا يذبح فتبارك الله، ولكن نحن في الغالب مصالحنا تتصادم مع مصالح هذا الغرب، نحن نعي ذلك جيدا ونفهم ذلك جيدا. تحياتي لكم، وليكن الجزء المتبقي حول قضية بوتفليقة وما يراد الآن به النظام.